ازيكم يا باشمهندسين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. نصيحه كده لمهندسين التنفيذ بالاخص، لابد يا باشمهندس تكون محايد في شغلك، بمعنى ان انت راجل مهندس تنفيذ مهمتك تنفيذ اللوحات باعلى دقه واقل تكلفه واقل طيب ممكن، ونفس الوقت بتدي اعلى كواليتي. بس الشق الثاني اللي هو الشق الاداري لابد تكون برضه مهتم بيه جدا، لان ده اللي بيجيب لك المستخلصات وبيجيب لك الفلوس. فانت يا باشمهندس تقسم يومك، اول يوم تنزل تتابع الاعمال وتتابع ايه اللي هيتنفذ، لو ليك ملاحظات معاك مشرف بتقول له الملاحظات دي ايه ويشرف عليها، وبعد كده بتراجع عليه بعد الظهر، وبعد كده بتراجع استلاماتك. تطلع من بعد الظهر تظبط ريكوستاتك وغياراتك وايه اللي خلص وايه اللي عايز تسلمه، وبعد كده بتنزل الاستشاري. فالمهم اللي عايز اقوله لك في الكلمتين دول كده، ان انت تكون محايد في شغلك، لا تهتم بالتنفيذ طول اليوم ولا تهتم في المكتب طول اليوم. يعني لا تقعد في المكتب طول اليوم تقول انا شغال في الاداريات، ولا تني واقف في الموقع طول اليوم. دي حاجه مهمه جدا. المهم في اخر اليوم يبقى انا حددت معايا عنصر 2 3 4 عايز اخلصهم، يبقى انا خلصت العناصر دي. مش طول النهار واقف في الموقع. طب انت مع احترامي ليك لو طول النهار واقف في الموقع بتتابع، انت بينك ايه وبين المشرف؟ لا، انا بتابع الجزء اللي عايز اسلمه، بنزل اقول ملاحظاتي، باضمن ان انا اخلص الشغل اللي معايا باعلى تكلفه واكتر باقل تكلفه واقل تايم واعلى جوده. ولكن المهم ان انا اكد في اخر اليوم اللي عندي كل ريكوستاتي كلها عناصري المطلوبه للتسليم اتسلمت وورقي متستف.